بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أولاد؟ عاملين ايه؟ أخباركم ايه؟ وحشني يا حبايب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة قلت أعمل حاجة حلوة، البطاطا أعملها بالسكر. أنا بصوا شويتها كده وحطيتها، حطيت لها سكر كده على الوش زي ما شايفين علشان تتكرمل على الوش في الفرن كده. بصوا بسم الله ما شاء الله. أنا عملت كمان البطاطا جنب الأكل، بس أنا عملت الفراخ طبعا، يعني أغلبية الأكل العيال ما بياكلوش غير فراخ. تخيلوا بقى، أنا لا بحب السمك ولا اللحمة ولا أي حاجة غير الفراخ، على طول عاوزين فراخ فراخ. فبصراحة مش برضه أكرر الفيديو كذا مرة معاكم عشان متزهقوش مني. النهاردة عملت صينية فراخ بالبطاطس، وجنب منها حبة ملوخية ورز أبيض. وعملت البطاطا دي، قلت ايه هعملها معاكم، أصورهم معاكم كده. فلسه أنا كده هحطهم في الفرن. خليكم معايا أطلع صينية الفراخ اللي بالبطاطس. طبعا حبايبي أنا كده خلصت البطاطا بتتكرمل في الفرن. اللهم صل على كامل النور حبيبي يا رسول الله. طبعا هنا عندي الفراخ اهي، بسم الله ما شاء الله، شايفين كده ما شاء الله. بصوا ده السادر، محمد ما بياكلش الا السادر. بسم الله الرحمن الرحيم. البطاطا متحمرة كده فوق مستوية تمام. طعمها تحفة تستاهل بقكم. كده دي الصينية بتاعت البطاطس بفراخ. مش عايزاهم يتحرقوا كده، حلوين تمام تمام تمام. مش عايزة أقولهم طعمهم بعد ما حطينا السكر عليهم وتكرملوا تحفة. طبعا محبتش إن أنا أحرقهم أوي كده، يعني لما تحطيهم يتحرقوا، لا حلوين كده. اللي كنت لفاها بالورق الفاين هي عاملة زي المسلوقة، يعني ما تحسش إنها مشوية. بس يا جماعة أنا كده خلاص، معلش فيديو قصير، مصورتش معاكم من الأول. ده هنا رز أبيض، بسم الله ما شاء الله. بصوا الرز الأبيض بنعمله، ما بنقلبهوش في الزيت. ده هنا عاملاه مقطعة، ودي هنا البطاطا اللي قلتلكوا عليها متكرملة مشوية، بس الوش حطيت عليه سكر وزي ما شايفين. هنا ملوخية، حبة ملوخية بس معلهمش التوم كده على الوش. وهنا صينية البطاطس اللي أنا وريتها لكم يا ولاد، أتمنى تعجبكم كده وتنول إعجابكم يا رب العالمين. أتمنى كده تعجبكم صينية بطاطس بالفراخ. بس حبايب قلبي، بحفظ الله ورعاية الله، ومع ألف سلامة، في أمان الله يا ولاد، في حفظ الله يا حبايبي.
حفظ الله ورعاية الله يا حبايبي، مع ألف سلامة.